ما غاية البككة من تصوير وتحديد قواعد بيشمركة كردستان؟ قوة الدفاع الشعبي هبكة الجناح المسلح للبككة تحدد مواقع وقواعد بيشمركة كردستان بمنطقة آمدي كأهداف لها. نشرت وكالة البككة أنفا والتي تذاع في أوروبا مقطع فيديو حول قواعد البيشمركة. يتحدث أحد عناصر الجريلا خلال المقطع المصور فيقول: هناك يحتمي العساكر الأتراك تحت علم كردستان، وهنا يتم تنفيذ هجمات على مواقع الجريلا كل يوم. أنا باشوری کردستان عندي سروي تحت هلدان و لشکری داخل ترکیه الفدري بمهان دبن أنا باشوری کردستان داخل الفدري باراست جيشي جيرل نهاجي حمان تشتي بردوام دكن بيجا مشتي جيريلا لوا خطانا هزن ارتشا داخل كرا تركيا هزن داخل كر باقش كرا ناوتنجي هنجي هزن بدك الفدرينا هنجي أنا باشوری کردستان الفدري هلكرتنا فقط الفدري روجانا ديسا جفدري يريش لسر هرمين جيريلا تشيد لسر شبرين جيريلا تشيد. وللتضليل على الشعب الكردي يقول: لا يعرف هل تتواجد هنا القوات التركية أم قوات الديمقراطي الكردستاني بدكة. هذه بدكة ونسا هذه دولة تغير تركيا نايزان. والسبب وراء مزاعم البككة هذه هو تبريرها لهجماتها اللاحقة على بيشمركة كردستان وإضفاء الشرعية عليها والتذرع به. لقد هاجمنا العساكر الأتراك ولكن البيشمركة كانوا معهم في تلك السواتر. فهذا الفيديو وحده كفيل بفضح النوايا السيئة والقذرة للبككة. جبال أمادي مواقع دستورية وقانونية لبيشمركة كردستان. وخلال الفيديو الذي نشرته البككة هناك تضليل حول تمركز قوات البيشمركة على قمم آمادي وبهدنان. فبيشمركة كردستان هي القوة الرسمية والقانونية للدفاع عن إقليم كردستان وحمايته، وتواجده على أي شبر من أراضي إقليم كردستان هو تواجد دستوري ومشروع على أرضه، ومرتبط بمهام هذه القوات وفق قرارات حكومة الإقليم وبرلمان كردستان. ولا وجود لمناطق باسم مناطق الجريلا. فمنذ عام 19 سلمت البككة 90% من المناطق التي سمتها بمناطق الدفاع المشروع للدولة التركية. وكبرى جرائم البككة تتمثل في جرها لجيوش الأتراك مسافة 45 كيلومترا في عمق أراضي إقليم كردستان. فالبيشمركة المتواجدون على تلال آمادي يحموننا من كافة المخاطر، وهم من أبناء عشيرة بارواري، ريكان، نيروى، نهيلي، زيباري إلى آخره، أي أن جميعهم من أهالي هذه المنطقة. وعموم أهالي المنطقة يعرفون أسماء وعناوين البيشمركة المتواجدين على تلك التلال. وأهالي منطقة آمادي نهيلي يعرفون جيدا أنه لا وجود لأي عسكري تركي في سواتر بيشمركة كردستان على هذه التلال. بل البككة نفسها تعرف حق اليقين أن من يتواجد على التلال التي صورتها عدسات كاميراتهم هم فقط بيشمركة كردستان. فيا ترى ما السبب وراء أكاذيب البككة هذه؟ عام 20 شنت البككة هجوما على بيشمركة كردستان في آمادي. الهجوم أسفر عن استشهاد 7 من بيشمركة كردستان وجرح ما يقارب من 10 منهم. آنذاك أيضا نفت البككة وقوفها وراء هذا الهجوم. وخلال عام 22 كله كانت أبواق البككة وإعلامها تزمر كذبا وزورا أن البيشمركة تفتح الطريق للجيش التركي، لكن بيشمركة كردستان لم يفتحوا الطرق سوى لقواعدهم وسواترهم. فالبككة لا تريد أن يطلع الشعب على المناطق التي سلمتها للجيش التركي، كما تحاول جاهدة إلقاء اللوم على بيشمركة كردستان في هزائمها العسكرية واتهام بالوقوف وراء هذه الهزائم والانتكاسات وخصم ضربتها من بيشمركة كردستان. فقوات الدفاع الشعبي وبعد زلزال مرعش في 6 من شباط أعلنت وقف عملياتها العسكرية ضد الجيش التركي، علما أنه لم تكن هناك أي معارك وحروب أصلا. فالدولة التركية كانت قد تمركزت على كافة المناطق الاستراتيجية سابقا دون أي مقاومة. فالبككة تهيج مشاعر جماهيرها بالموت والدم كما اعتادت على صنع أعداء خياليين، وتحاول تشتيت وحدة البيت الكردي وإضعافها دوريا.
يوما. الباككة تحاول تبرير إيقافها للمعارك ضد الجيش التركي بسبب بيشمركة كردستان. تتساءل الباككة في المقطع المصور الذي نشرته كيف استطاع الجيش التركي البقاء على تلة هكاري، وتقول بعدها: هذه المنطقة هي تلة هكاري، وهو المكان الوحيد في المنطقة الذي يتواجد فيه الاحتلال غربي زاب. هذه المنطقة منطقة لجيش الاحتلال التركي، ونصبت هناك أعلام إقليم كردستان، وقوات بادكة أصبحت دروعا لهم في مواجهة هجمات الجريلا. هذه الأقاويل كلها كذب محض، فالجيش التركي يتواجد على طول الحدود من زاخو لمثلث قمم زاغروس على خط الشمزينان، والباككة هي من سلمت هذه المناطق واحدة تلو الأخرى للأتراك وانسحبت منها، والآن تصور انطباعا أنها لو هاجمت تلة هكاري فستتحرر كردستان. فالباككة هي نفسها من انسحبت من تلة هكاري بين عشية وضحاها، وأهدتها للدولة التركية على طبق ذهبي مخمال بدماء أبناء الكرد، وانتقلت لتلة بوهار خلف قرية بارتشي وجوهرزيم. فلو أرادت الباككة إخراج الجيش التركي وطرده من إقليم كردستان، فبإمكانها البدء بشن هجماتها عليه انطلاقا من عفدال كوفي وليلكان وجبل شكيف ومنطقة برادوس، كما باستطاعتها القيام بذلك من جبل خانتور وميرجا شيشي في حفطانين، أو بمقدورها شن هجمات من قمم كيستا بمنطقة بروريبالا أو كوراجار المطل على شيلادزي. ولو أرادت فعلا الهجوم على تلة هكاري، فهناك 3 جهات أخرى فارغة حول هذه التلة، فلتتفضل ولتهاجم الأتراك من هذه الجهات. فنوايا الباككة واضحة لا غبار عليها ولا تحتاج لتوضيح، فالباككة لا تهاجم الدولة التركية في أي مكان، فتبريرها عدم شنها هجمات هنا بسبب بيشمركة كردستان لا أخلاقية عظيمة. فتواجد البيشمركة هناك هو من أجل ألا تنقل الباككة معاركها الزائفة لقلب آميدي. تواجدهم هناك ومن أجل حماية المناطق السياحية كباريسيلي وسولاف ومنتجعات شيرانا. تواجدهم على تلك التلال ولحماية عموم أهالي المنطقة وممتلكاتهم. كذلك لا تصل أي طرق للمركبات من آميدي جنوبا لتلة هكاري، بل الطريق الوحيد الذي يصل تلك التلة هو من جنوبها عبورا من قرية كوركو بنافي، وهو طريق هيمنت عليه الباككة عام 11 وسيطرت عليه. فهناك تفسيرات غاية في السادية والبساطة تؤكد أن الباككة حركة لا تستحي من الكذب، فحتى كبار قادتها ودون أدنى خجل يتلفقون معلومات كاذبة يعلم الكل بإفكها وبهتانها. فالمزاعم التي تفيد أن بيشمركة كردستان يقدمون الدعم للجيش التركي العالق في زاب كذبة واضحة عارية عن الصحة، ولكن لكل كذبة نهايتها المحتومة، ونهاية هذه الأكاذيب باتت قريبة كما هي نهاية الباككة.